وحشتوني. فن الاستغناء. في مهارة مهمة جدا في الحياة اسمها فن الاستغناء، وهي مش معناها ان انت تبقى قاسي او ان انت ما تحبش حد، ولكن معناها ان الشخص يقول لنفسه انا مش محتاج اي حد. بالعكس، الانسان بطبيعته محتاج الحب والونس والدعم، ولكن المشكلة بتبدأ لما يتحول الاحتياج لتعلق، لما نخاف من فقدان شخص لدرجة اننا نقبل منه حاجات بتوجعنا. فن الاستغناء بمنتهى البساطة انك تعرف قيمة الناس اللي في حياتك من غير ما تنسى قيمة نفسك. حب وتتقدر وتتمسك، لكن لما تلاقي ان وجود شخص بقى مؤذي ليك تعرف امتى تقف وتقول كفاية. يعني ايه استغناء؟ الاستغناء هو القدرة على ان انت تكمل حياتك من غير ما يكون وجود شخص معين هو الشرط الاساسي لسعادتك. ممكن تحب شخص جدا لكن ما تخليش حياتك كلها متعلقة بيه. ممكن تشتاق له لكن ما تجريش وراه. ممكن تزعل من بعده لكن ما تقبلش الإهانة عشان تخليه موجود في حياتك. الاستغناء مش معناه ان الشخص ملوش قيمة، لكن معناه ان قيمتك انت كمان مهمة. طب ليه الاستغناء عن الاشخاص صعب؟ اصعب حاجة في فن الاستغناء مش الشخص نفسه، الخوف اللي بيجي مع فكرة فقدان الشخص. بنخاف من الوحدة، من البدايات الجديدة، او اننا منلاقيش حد يحس بينا زيه. واحيانا بنتمسك بذكريات قديمة اكتر من تمسكنا بالواقع. نفضل نقول هيتغير، هيرجع زي الاول، هيحس بقيمتي، يمكن الظروف تتحسن، ونفضل مستنيين يمكن وننسى نشوف ايه اللي بيحصل فعلا. الاستغناء مش معناه ان انت ما بقتش تحب، دي نقطة مهمة جدا. انك ممكن تستغنى عن الشخص وانت لسه بتحبه، ممكن تبعد وانت مشتاق، ممكن تقعد تفتكر الذكريات وتحن، لكن في نفس الوقت تكون عارف ان الرجوع مش في صالحك، لان الحب لوحده مش كفاية. العلاقة محتاجة احترام وامان واهتمام ومجهود متبادل لو الحب موجود. لكن كل حاجة تانية مفقودة ممكن العلاقة تتحول من مصدر راحة لمصدر استنزاف ليك انت. فن الاستغناء عن الاهتمام. من اكتر الحاجات اللي بتتعب الانسان جدا انه يفضل مستني اهتمام شخص مش بيقدمه. يستنى رسالة، مكالمة، او حتى احساس، ويبدأ يفسر كل تصرف. هو انا اتغير عليا ليه؟ هو ليه ما بقاش زي الاول؟ هو زعلان؟ طب اعمل ايه؟ لكن الاهتمام الحقيقي مش محتاج منك انك تفضل طول الوقت تطلبه. مش معنى كده ان اي تأخير او انشغال دليل على عدم اهتمام، ولكن لما يبقى التجاهل والتقصير اسلوب متكرر لازم تراجع مكانتك جوه العلاقة دي. الاستغناء عن الاشخاص المؤذيين، ان مش كل شخص لازم يفضل في حياتك لمجرد انه دخلها. في ناس وجودها بيستنزفك، بيخليك طول الوقت متوتر او حاسس بالذنب او مش واثق في نفسك. لو العلاقة فيها إهانة مستمرة أو تلاعب أو استغلال أو تقليل منك أو أذى متكرر، فالبعد هنا مش أنانية. أحيانا الاستغناء هيكون حماية لنفسك أنت. مش لازم تستنى لما تكره الشخص اللي قدامك عشان تمشي. ممكن تمشي لأنك فهمت إن العلاقة دي مش مناسبة ليك تماما. إزاي نتعلم فن الاستغناء؟ الاستغناء مهارة بتتدرب عليها. من أهم خطواتها إنك تعرف حدودك وما تسمحش لحد يتجاوزها. اوعى تجري ورا شخص قرر يبعد، ما تستجديش الاهتمام والحب، اوعى تبرر الأذى المستمر، اوعى تربط قيمتك برأي شخص فيك. اتعلم تقول لا من غير إحساس بالذنب. اهتم بحياتك بعيدا عن العلاقات. تقبل إن بعض العلاقات دورها بيجي ينتهي. افتكر ان الاشتياق مش معناه ان الرجوع صح. اختار راحتك النفسية من غير احساس بالانانية. طب هل الاستغناء معناه اننا ما نحتاجش لحد؟ لا طبعا. الاستقلال النفسي مش معناه ان انت تعيش من غير الناس، ولكن معناه انك ما تحاولش الناس لاحتياج اساسي لبقائك النفسي. خلاصتنا النهاردة، فن الاستغناء مش ان انت تبقى من غير قلب، ولا ان انت تقول انا مش محتاج حد. فن الاستغناء هو ان انت تحب من غير ما تتعلق،
وتدي من غير ما تستنزف نفسك، وتتمسك من غير ما تهين كرامتك، وتعرف تمشي لما يبقى الاستمرار مؤذي ليك. ممكن نحب شخص جدا لكن نختار نفسنا، ممكن نشتاق لكن ما تتصلش، ممكن تزعل لكن ما تترجعش، وممكن تخسر شخص لكن في المقابل هتكسب نفسك. نهاية، أجمل معنى للاستغناء هو أنا مش هطرد حد من حياتي لمجرد إن عندي قدرة على الاستغناء، لكن كمان مش هتمسك بحد على حساب نفسي. اللي وجوده خير ليا هيحافظ عليا، واللي وجوده بيكسرني هعرف أسيبه حتى لو كان غالي عليا. ودمتم سالمين.